طب باشمهندس، يعني انا عايز اتكلم على حاجه يعني برضو بتهم المواطن في السنبلاوين كمدينه. تطوير الكورنيش او تطوير الكورنيش البوهيه ده. يعني انا برضو معلش، انت بتعمل وبتشتغل، بس بيجي ناس برضو تفرش في فرش، في ناس تجار فاكهه، في عربات بتقف، في عربات كبيره بتركن على الجانبين. طيب ايه رأي سعادتك في مقترح، مجرد مقترح، انا ما اعرفش خطه الدوله، ان يتم تغطيه المجرى المائي من اول مدخل مدينه السنبلاوين حتى نهايتها، حتى كوبري البستان، او بعد كده حتى مصنع اللي موجود في الاخر ده، مصنع الأصيل. ايه المانع ان سعادتك، هل في مشاكل بتحصل وانت سعادتك اللي انا شايفه ان انتوا بتوع الاشغالات بيشيلوا، بيرجع المواطن يحط تاني؟ بشوف في قلب مدينه السنبلاوين بعض الافران اللي موجوده في قلب في سوق السمك، او في الانطره، ناس فرشه في قلب الشارع، ناس بياعين جائلين، الكلام ده كله. خطه التطوير الخاصه باحمد الشربيني رئيس مدينه السنبلاوين، ايه راي سعادتك في المقترح اللي احنا بنقوله او بنعرضه على سعادتك؟ هو طبعا مقترح جميل جدا ان انا اغطي ترعه البوهيه، هذا المجرى المائي. اما اغطيه، هو دلوقتي الدوله عايزه تتجه، ما عادش حاجه اسمها تغطيه بمواسير في بوكس جلفر، وده بيوفر كتير جدا على الدوله، وما بيبقاش فيه حواجز عشان تمنع مرور الميه بسهوله. وان شاء الله حاطينها في الحسبان، عشان ديت هتبقى اما اغطي ترعه البوهيه هيبقى قدام مني شارع عرضه لا يقل عن 60 متر، هعمل فيه 4 حارات رايح وجاي ورايح وجاي، هيفك يعني مشكله كبيره عندي. وفي نفس الوقت هيتنظف الباعة الجائلين اللي حضرتك بتقول عليهم. طبعا احنا من عمليه الباعة الجائلين بيجي، احنا منطقه ريفيه، اللي بيجي بشويه خضار او كذا كذا كده، فاحنا برضو بنحاول نميلهم من الطريق عشان يبقى سهوله مروريه للناس. واحنا ان شاء الله بصدد ان احنا هنعمل لهم مكان على ترعه الشونه المتغطيه، هعمل ده مكان للباعة الجائلين، سوق مجمع للباعة الجائلين، عشان اخف الازدحام داخل المدينه، خاصه شارع سوق السمك زي ما انت بتقول، او شارع سعد زغلول. الشوارع المكتظه ديت هي مشكله السنبلاوين اصلا، ان شوارعها ضيقه وفيها برضو عدد كبير من الباعة، عدد كبير جدا من الباعة. فان شاء الله احنا بصدد ان احنا هنعمل تخطيط للباعة، لسوق للباعة الجائلين، ونحاول نسكنهم في الاماكن ديت باكيات، وبكده هنكون يعني قضينا على جزء كبير من مشكله الازدحام بتاع الباعة والفروشات اللي موجوده في الشوارع، عشان برضه يبقى فيها نعود بالمظهر الجمالي المطلوب، وتبقى مدينه السنبلاوين من المدن المتقدمه، تبقى مظهر صار للقاصي والداني من داخل وخارج السنبلاوين. طيب مدينه السنبلاوين احمد بيه معروفه ان هي بلد الصناعات الثقيله. احنا مدينه السنبلاوين تشتهر بحاجتين، بوجود التكاتك وبوجود المصانع اللي موجوده فيها، او الصناعات الثقيله اللي واخده شهره عالميه. انا خطه تطوير المهندس احمد الشربيني رئيس مجلس مدينه السنبلاوين في ان هو ياخد حيز يبني فيه عده ورش او عده مصانع لتطوير الصناعه، وان احنا نشيل الصناعات الثقيله اللي موجوده في قلب السنبلاوين على مشاكل ونطلعها بره. خطه سعادتك ايه؟ ان شاء الله ان كان في عمر باذن الله العجله تسير، والاجيال ان شاء الله هتستمر وتكمل المسيره. انا عندي مقترح وعرضته على معالي الوزير المحافظ عمر الشرف، الراجل المحترم اللي بيشتغل 24 ساعه، اللي في مكتبه من الساعه 7 صباحا، لما ليه اجل غير ما فيش حدود ان يمشي امتى، والعمل بهدوء تام وحل مشاكل فوريه. يعني لما تقول له في كذا يتصل بالمسؤول على التليفون ويجيبه كذا يحل مشكلتك وانت قاعد ما بيركنش. هو الهدوء التام، وراجل فاهم بيعمل ايه، واحنا بنتعلم منه، واحنا ماشيين على نهجه في سبيل ان احنا ننهض بمصر. انا عرضت على معاليه مقترح، انا عندي هنا في الحوال 37 فدان
اوقاف عشان اعملها مجمع لمراكز الشباب اللي عندي نادي الاتحاد بدون ملعب، عندي بعض النقابات عاوزين نوادي لهم، مدارس مجمع خدنا منها 5 فدادين لمجمع المدارس اللي في الحوال، كانت المساحه 42 فدان، تم نزع ملكيه 5، باقي 37. فانا عرض على معالي الوزير مذكره بنزع الملكيه من الاوقاف، وان شاء الله معالي الوزير مشكور عرض مذكره على معالي رئيس مجلس الوزراء. بمجرد ما تتنزع الملكيه دي هتبقى عندي مساحه ممتازه، على الاقل اعمل مدينه صناعيه للسنبلاوين على 5 أفدنة في نهايه المساحه، حتى لا تتعارض، يبقى عندي ملاعب كوره، عندي نوادي لنقابه المحامين والصحفيين والمعلمين والجميع النقابات، ويبقى متنفس للبلد، لان انا طبعا ما عنديش، محتاج مدارس، عندي كثافه فصول عاليه، ولكن ان شاء الله مجرد ده اقتراح ومعالي الوزير واخده محل الجد والاهميه، ومجرد ما نخلص منه هتشوف برضه المدينه الصناعيه بالسنبلاوين، وهتشوف المكان اللي هو فيه متنفس للملاعب، ولان انا اصبح عندي في السنبلاوين النهارده المراكز كلها فيها نادي واحد، انا اصبح عندي نادي السنبلاوين الرياضي درجه اولى، وشرفنا السنه دي بصعود نادي الاتحاد لبيه ممتاز، وطبعا بانه او مشكلتهم ان مفيش ملاعب، فان شاء الله هنحاول نوفر لهم الملاعب ونوفر لهم الاحتياجات بفضل ربنا وبفضل جهود الناس المخلصه اللي بتسعى دايما الى خدمه بلدها. مشكله التكاتك طبعا لا اخفى عليك ان مشكله السنبلاوين فيها لا يقل عن 15,000 توك توك، وهي طبعا بلد تصنيع التوك توك. فان شاء الله برضه بعد سياسه الدوله ان لازم جميع التكاتك ترخص، منتظرين حاليا لما اتحرك سعر البنزين او السولار شويه، بدأ الاخوه ركاب التكاتك او اصحاب التكاتك يستغلوا الناس. انا نزلت عربيه و2 ولفوا جابوا مدينه السنبلاوين من اقصاها الى ادناها، تنبيه على المواطن السنبلاوين المحترم، الالتزام التام وعدم دفع اكثر من 2 جنيه في التوصيله داخل السنبلاوين لاي توك توك، وما يقبلش. انا عاوز المواطن يساعدني. تمام. زي ما حصل عندي تسعيره والاعتراف بالتسعيره الجديده، نزلت جميع المواقف وكتبت التسعيره الجديده على الازاز، ونبهت على المواطن ما تدفعش اكتر من كذا. تسعيرتك زي مثلا الحصينه او ديو او كذا 75 قرش، كان هو بيلم منهم جنيه. نبهت على السواق ونبهت على المواطن انت توصيلتك بكذا وما تدفعش اكتر من كذا. هنا المواطن لو اتمسك بحقه هيساعدني. تمام. فاتعشى من المواطن السنبلاويني يبقى على قدر عالي من الوعي وعارف مصلحته وما يحاولش يخلي حد يستغله. انا بعمل زيارات او بعمل مرور مفاجئ في وسط خطوط العربيات، يعني الخط اللي طالع من السنبلاوين اجا بيبقى انا واقف في وسط الطريق اوقفه، وريني فين اللي كاتبه على الازاز، انا اسال الركاب اجرتكم ايه؟ ما تدفعوش اكتر من كذا، لان ده واجب المواطن عليا انني اراعي ربنا واشتغل بما يرضي الله. طب احنا مش عايزين نتكلم في قصه، يعني طبعا الاجور او التعريفه المواصلات معروفه، وانت يمكن شايفين ورا موجود التسعيره موجوده على مستوى المركز. تمام. طيب امتى هنشوف مواقف للسيارات؟ ده موقف يخص الحصينه ودوي وتميل انبيد ربط والسماره وصدى، ده موقف ما حدش يخش بيه ويلتزم السائق التزام تام في الموقف. موقف اللي رايح يم التاجه والطريق نوب طريق والحتت دي، تمام، ده موقف لاتجاه الغرب مثلا، وده موقف لاتجاه الشرق. تمام. خدت بالك سعادتك؟ انما احنا بنشوف ما زال دلوقتي، هل سعادتك موجود ناس بتشرف، يعني مجموعه مع حضرتك بتشرف؟ امتى هنشوف السنبلاوين خاليه من العربيات الاجره اللي موجوده، اللي هي نص نقل موجوده في قلب السنبلاوين، يبقى موجود بس التوك توك اذا كان موجوده ومعترف بيه بعد الترخيص. عايز سعادتك دلوقتي موقف زي موقف الحصينه دوي السماره صدى تمال امديد، دول ليه مش ليهم موقف اللي انا بشوفه واحنا جايين والناس دي بتعاني؟ ليه ما يتعملش لهم تندة او مظله في مكان معين ومعروف
جوه بره، المهم يتحدد لهم مكان. نفس النظام متغمر، موقف متغمر، نفس النظام نوب طريف، نفس النظام زي موقف المنصوره. ليه سعادتك ما بنشوفش المواقف ديت؟ او امتى هيبقى في مواقف ان شاء الله للارياف؟ انت كويس ان فتحت موضوع المواقف. طبعا لا اخفى عليك، انت من ابناء السماره. أيوة. مركز تمي الامدين. ايوه. اللي مرافق تماما لمدينه السنبلاوين. انا طبعا انت ذهابا وايابا بتمر من قلب مركز السنبلاوين. تمام. طبعا انا بس انا طبعا واحد من ابناء الدقهليه، مش واحد بس من ابناء قريه السماره. على دماغي ان شاء الله. يعني انا اقصد اقول ان المواقف موقف كذا، موقف كذا، موقف كذا، موقف كذا. انت بتتكلم موضوع المواقف، انا جيت طبعا لقيت موقف مصر والعاشر والطريق الصحراوي. طبعا كان مسدد هنا المزلقان. ايوه حصل. ربنا قدرنا ليله العيد اللي فات، ليله العيد الصغير، نقلت الموقف بدون وجود شرطه. تمام. ونزلتهم تحت مجمع المصالح. شفته. وسبت السهوله المروريه. شفناه. ومر الميزه في الراجل الاداري او الراجل المسؤول، انني اعمل الشيء ما اعملوش واسيبه. الاستمراريه والمتابعه المستمره، حتى المواطن بيحس ان هناك متابعه، اللي عاوز يطلع عن الخط بيرجع. تمام. فهنا انا لما نقلت الموقف في ليله العيد، كنت يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد لمده اسبوع كامل. ممنوع عربيه استقر النهارده. وفعلا احنا شاهدنا ده على الارض. وكان هناك بعض الاكشاك طبعا اتشالت وكل الحاجات ديت. وان شاء الله كان عندي هنا في مدخلك وانت داخل السنبلاوين بعض سيارات الكبوت زي ما حضرتك بتقول. اللي هي نقطه اللي هي بتاع تمد الحجر والمخزن نقلتهم وعملت لهم مكان بعيد عن الطريق العام. تمام. جميع العربيات اللي واقفه هنا مفيش، عشان ده مدخل مروري بين المنصوره وكفر صقر، ومدخل من عندكم برضه بيخش على المزلقان، على المال الاصيل، على تمي. فطبعا بحاول بقدر المستطاع ان المواطن اللي جاي يمر بعربيته او على رجليه يحس بسهوله مروريه، ما يحسش بزحمه. بالنسبه للمواقف ان شاء الله باذن الله هعمل تجمع، يعني التجمع اللي موجود عندنا هنا على ترعه البوهيه في مردوم كيلو كامل ان شاء الله. هيكون ده لمركز تمي. ده فين؟ اللي هو على ترعه البوهيه اللي قابل المهندس السيد. دي ان شاء الله في بعض الاشغالات. انا طبعا الحمد لله الاشغالات اللي ترعه الشونه وكذا يمكن حضرتك شفتوها. دي اشغالات لم تحدث من عشرات السنين. حصل 28 كشك كانت معموله، منهم معاصر ومنهم كذا ومنهم كذا، ولكن كانوا مبنيين على حرم الري. تم ازالتها بالكامل. كافيه علاء الدين اللي كان كل يوم الناس بتتكلم عليه على الفيسبوك وكذا وكذا، تم رفعه بالكامل. وتكسير الخرسانه اللي هتطلع عن 1000 متر محطوطه تم رفعها بالكراكات وتنظيف المكان. ان شاء الله احنا الدور الجاي المرحله القادمه ان شاء الله، اذا بتتسجل معايا بعد كده كلنا عمر، هتشوف رفع جميع الاشغالات اللي موجوده على ترعه البوهيه. يعني الاكشاك اللي موجوده في على ترعه البوهيه الشال ان شاء الله زي ما شلنا على الشونه هنشيل في البوهيه والمسلمانيه ومنطقه المستشار. وانا طلبت من المهندس حمدي مسؤول ري مي، ومن السيد مدير عام ري متغمر، لان دي تبدا على ري مي وهي ري مي، وكيل الوزاره ان يجيب لي قرارات الازاله لجميع الاكشاك اللي موجوده، وجاري التنسيق مع شرطه المرافق ومديريه الامن والري ورئاسه المركز على ازاله تلك الاكشاك نهائيا. يعني ممكن نشوف ترعه البوهيه ما عليهاش كشك ان شاء الله زي ما شايف دلوقتي. ترعه الشونه ما عليهاش كشك. تمام. كان على ترعه الشونه لا يقل عن 40 كشك، ما عادش عليها كشك واحد. والميزه بقى زي ما بقول لحضرتك الاستمراريه في المتابعه. يعني اللي بيفكر انه يحط كشك تاني بيلاقي عينه ودماغه وبشيل وبصدر الحاجه اللي موجوده عنده، عشان ما اديلوش مجال ان يفكر تاني يعمل تكرار للخطا. فان شاء الله. طب كلمه توجهها لاصحاب الاكشاك برضك علشان يتعاونوا وما يزعلوش من حضرتك، لان ده هم مخالف وبنى بالمخالفه وبنى بطريقه خطا. فسعادتك معلش برضك احنا علشان ما نعملش مشكله بنناشد اصحاب الاكشاك اللي موجودين على ترعه البوهيه ان هيتم ازاله الاكشاك. هبعت لهم ان شاء الله انذار اختراق وانذار تمام واثنين
وبمر عليهم بنفسي وبقول له يا اخي الارزاق بالله. لو ليك محل ربنا هيرزقك رزق حلال، انما انت كده سدد سكه الناس. طب فيها اكشاك مرخصه يا ريس؟ لا. فيها اكشاك داخلها كهرباء؟ الكهرباء بطريقه كان كل الاكشاك دي داخلها كهرباء ازاي؟ بطريقه الخطا، وبعت للكهرباء ورفع الكهرباء عن جميع الاكشاك وجميع المباني المخالفه وجميع المنشآت الغير مرخصه. طب الكهرباء اتعاونت مع سعادتك وشالت الكهرباء من على الاكشاك ديت؟ والله انت بعت؟ انا بعت مره واثنين. ايوه. ولكن عندي الرجال جهاز الكهرباء معايا بعربيه المجلس، بقوم بقص فصل التيار من السلك الرئيسي من العمود وبشتغل. كان عندي معصرتين 3 هنا موجودين على ترعه الشونه، ومعصره بتاع علاء الدين تم فصل التيار الكهربي لانهم غير مرخصين، وتم توصيل التيار الكهربي بالطريقه العشوائيه. انا بعت لمدير عام الكهرباء ووكيل وزاره الكهرباء برفع جميع التوصيلات عن المباني المخالفه التي تم توصيلها بالطريقه العشوائيه، وذلك تنفيذا لتعليمات معالي الوزير المحافظ. طيب انت فكرت سعادتك معلش برضو كدوله بتبني ان احنا نجمع اصحاب الاكشاك دول وتبعت لهم ان انت تلتقي بيهم وتقعد معاهم وتقول لهم كده اللي انتوا بتعملوه ده غلط وضد مصلحه البلد كبلد، وتشوف لهم بدائل في مكان تاني او تعمل لهم منظومه متوافقه مع نظام الدوله؟ يعني انا مقترح من خلال جريده منديس اليوم ومن خلال لقاء سعادتك ان احنا نناشد اصحاب الاكشاك او اصحاب الناس المخالفه ان احنا برضك على استعداد ان احمد بالشربيني رئيس مجلس مدينه السنبلاوين يقعد معاهم ويتداركوا الموقف او الحاجه الخطر اللي هم موجودين فيها او اللي هم منفذينها. هل عند حضرتك استعداد ان اصحاب الاكشاك والناس المخالفه دي تقعد مع حضرتك وتلتقي بيهم؟ انا منذ حضوري مدد ايدي للجميع، ومدد ايدي لان انا عملت لقاء واثنين وثلاثه لقاء جماهيري ايام انتخابات الرئاسه. تمام. وبعد انتخابات الرئاسه وقلت لهم انتم لازم تساعدوني، دي بلدكم وانا جاي لخدمتكم، استغلوني اكون خادم صح لكم. انا بنادي تاني من واقع لقائي مع حضرتك. اتفضل. لقاء منديس اليوم، شرفت بحضرتك. الله يخليك. لجميع اصحاب الاكشاك الموجوده في جميع الاماكن، انا مستعد ان شاء الله اوفر لهم مكان بديل على ترعه الشونه، وانا بحاول النهارده اجيب لهم موافقات من الري على اساس تكون يعني باكيات مش خرسانيه، عشان الري بيصعب او ما بيوافقش على ان اعمل له منشآت على التغطيات بتاعته. فانا بتفاهم مع وكيل وزاره الري ان احنا هنعمل ديت باكيات سهل حلها، ومش هعمل فيها خرسانات ولا حاجه، وهحل مشكلتي ان شاء الله. لو اللي هم عندهم استعداد ويتجاوبوا معايا، هتكون منطقه الشونه او ترعه الشونه على تغطيه اكثر من 3 كيلو، مستعد اعمل فيها باكيات لجميع الباعة الجائلين وسوق يومي لجميع الباعة الجائلين بالمركز. تمام. طيب بالنسبه برضك مش قبل ما اطلع من قصه المواقف، خلاص احنا خدنا وعد من حضرتك ان في تطوير، هل ساعتك هتعمل المواقف تندات على انا عندي مثلا، يعني انا عندي شبرا سندي وبرقين وكفر غنام ودولت هعملهم مثلا على المسلمانيه من ورا عشان قريب من الراكب. تمام. وبحاول اخلي، انا عندي ترعه المسلمانيه هعمل فيها 3 4 مواقف، هي بتعتبر متوسط البلد، وهعمل على ترعه الشونه من النهايه بعد المنطقه الصناعيه اللي انا هعملها او المنطقه دي برضه، عشان يبقى فيه توافق بين السوق والباعة الجائلين والمواقف، ما يخشوش البلد. عشان يبقى خارج البلد، عشان انظف البلد من الاشغالات واخف الازمه اللي فيها شويه ان شاء الله. طيب بالنسبه للتعريفه، مش التعريفه، يعني دايما شكوى السواقين قبل ما اطلع برضه من قصه السائقين او العربيات النقل او العربيات الاجره، هو احنا طبعا يعني قرى ريفيه، فطبيعي ان موجود عربيات بكبوت، وكنت اتمنى طبعا ان سعادتك تحط في الحسبان، بس طبعا العربيات اللي موجوده كلها نص نقل والناس خلاص اقلمت نفسها على هذا الوضع. بالنسبه للكروت او الكارته اللي هي بتجمعها مجلس المدينه، هل في امكانيه ان سعادتك تعمل كارته سنوي للعربيات علشان نقضي على مافيا الابتزاز من بعض الناس، ان هو بياخد
نص جنيه على العربيه وهو راحه مثلا او جنيه، ويحط 2 جنيه في جيبه، هل سعادتك في امكانيه ان يتم الاتفاق ان يتعمل كارته مجمعه سنوي للعربيات اللي موجوده في بعض المواقف؟ هو سعادتك بيتعمل كارته شهريه. تمام. شهريه مش سنويه. تمام. لان السنويه صاحب العربيه يقول لك انا يمكن ابيع العربيه الشهر الجاي وابيع العربيه الاسبوع كارته شهريه. فبنعمل كارته شهريه اسمها كارته مجمعه شهريه، ودي بعملها على جميع السيارات اللي موجوده. تمام. عشان برضه اتغاضى جشع بعض يعني ما فيش اصابه مش زي بعضها. طبعا. كل ما كان فيه الصالح والطالح والنظيف واللي مش نظيف، فعشان اامن السواق وما خلاش عرضه تحت وطئه اللي واقف في الموقف ويبتزه زي ما انت بتقول نص جنيه رايح نص جنيه جاي. تمام. لا، هو بياخد منه كارته مجمعه ويلتزم بالموقف بتاعه، وهنا بشيله على دماغي. انما ما السواق اللي بيحمل من خارج الموقف او ما بيلتزمش بموقفه، انا بعمل معاه الاجراء القانوني وبعمل له مخالفه تحميل خارج الموقف وبعمل له اشغال طريق عشان ما عادش يقف في المكان ده تاني. ان شاء الله الكارته المجمعه هيتم تعميمها على جميع السيارات الموجوده اللي بتنقل من والى السنبلاويه ان شاء الله. تمام. طيب بالنسبه برضك يعني احنا عندنا بعض المشاكل في بعض القرى. نتكلم بقى، احنا اتكلمنا كمدينه السنبلاوين، خطه تطوير قرى مدينه السنبلاوين من كهرباء، من ميه، من طرق، من رصف، خطه تطوير القرى اللي موجوده في مركز السنبلاوين موجوده في خريطه المهندس احمد الشربيني رئيس مجلس مدينه السنبلاوين. طبعا انا اعتمادي السنه دي ان شاء الله الخطه الاستثماريه 5,400,000 جنيه، اغلبها رصف، لان انا طبعا شرط اساسي عندي لما حضرتك جاي كان في شارع صبرا ابو علم اللي هو قدام المجلس. تمام. ده طبعا كان كله مطبط ومكسر وده مدخل رئيسي للبلد، وطريق بورسعيد، شارع بورسعيد اللي هو شارع الراسي اللي محطه القطر، كان قدام محطه القطر. طبعا ده كان بصوره، طبعا انا عادل اصحاب العربيه اللي الراجل جابها في لحظه، اما بتاخد لها مطب ولا يتكسر فيها سوسته ولا يتكسر فيها حاجه طبعا بيزعل ويقول كذا. فانا برضو رحمه بهم على قد ما ربنا قدرنا بالامكانيات المتاحه جبنا كذا نقله سن وحاولنا نحطها في المطبات ونسويها ونرشها ميه. انما ان شاء الله شارع بورسعيد هو الخطه الاساسيه لخطه الرصف السنه دي، معمول له حوالي 480,000 جنيه خطه رصف شارع بورسعيد، بنبدا من صبرا ابو علم وينتهي لبعد محطه، واستمر لغايه ما اطلع بيه بره لغايه ما المبنى يخلص، وهنستمر فيه لغايه ان شاء الله سنه واثنين لغايه ما ننتهي. طيب انا بكلم سعادتك في القرى. بالنسبه للقرى كل قريه بدا فيها الرصف لازم اكمل بيه خطه متواصله عشان المواطن يحس، ما احطش هنا 100,000 واسيبهم وعملت نص الطريق واعدي في طريق تاني واعمل نصه واعدي في طريق تاني واعمل نصه. لا، انا بربط اسفلت باسفلت. تمام. عشان المواطن يحس بالخدمه، مش امشيه على اسفلت وارجع امشيه على طين وارجع امشيه على اسفلت. لا، فالاولويه للمشاريع التي بدا العمل بها. تمام. ثم انتهي منها الاول وابدا في مشروع جديد. تمام. فخطه الرصف موجوده برضه على مستوى الوحدات المحليه كلها. الخطط السابقه بنستكملها من مداخل القرى، من شوارع داير الناحيه، هنكملها ونربط اسفلت باسفلت، وبعدين احنا ماشيين حسب الاولويات ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني كلمه برضك، يعني هيبقى في احنا كسنبلاوين كمركز ومدينه وقرى ووحدات محليه، هنشوف حاجه مختلفه في عصر المهندس احمد الشربيني. يعني هنشوف تطوير زي ما احنا شايفين كده، تطوير هيوصل ليه؟ ان شاء الله تطوير مستمر وبفضل جهود الناس المخلصين. تمام. اهالي السنبلاوين الناس المحترمين فيها قامات وناس محترمه وخايفه على بلدها، وانا خادم لهم في كل ما هو خدمه ومصلحه المواطن السنبلاوي. كلمه توجهها لابناء مدينه السنبلاوين وابناء قرى مركز السنبلاوين. يعني كلمه توجهها لهم على اساس برضك زي ما وجه طبعا المشير عبد الفتاح السيسي، وزي ما بيوجه اللواء عمر الشواتفي، كل الناس المحترمه الوطنيين، كلمه من المهندس احمد الشربيني علشان الناس دي تعرف احمد الشربيني عايز يشتغل وعايز يجمل وعايز يعمل ويطور بلده او يطور بلدنا. كلمه للناس دي تقول لهم ايه؟
اقول لهم اهالي السنبلاوين المحترمين، دي بلدكم. السنبلاوين جزء من مصر. مصر اللي عاوز تتقدم، اللي عاوز يتقدم بقول هيا للعمل. قبل ما نطلب اعرف اللي ليا او بواجبي. احنا في مرحله يجب ان نبتعد تماما عن المطالب الفئويه، ونسعى جاهدين من اجل العمل ورفعه البلد، نتقدم بالعمل ونحب بعض، ويد الله مع الجماعه حتى نرقى بمصر للمستوى اللي يليق بها، اللي هي مصر رائده العالم العربي، رائده الدول العربيه. مصر ام الدنيا وستظل ام الدنيا بابنائها المخلصين، بابنائها اللي بيسعوا دايما ان هم بحبهم لبلدهم. فاحنا لازم نحب بلدنا، واللي بيحب حاجه بيحبها تبقى حلوه، فتبقى مصر ام الدنيا، وستظل ان شاء الله مصر ام الدنيا، وتحيا مصر. تحيا مصر. طيب كلمه معلش، طبعا احنا مش هننسى الساده الافاضل اللي هم بيعارضوا سعادتك، مش هنتكلم. كلمه توجهها للمعارضين، للمهندس احمد الشربيني رئيس مجلس مدينه السنبلاوين، وانت عارف ان في كل حته مؤيد ومعارض، مؤيد ومعارض حتى في مصر. كلمه لمعارضين احمد الشربيني رئيس مجلس مدينه السنبلاوين من ابناء السنبلاوين او معارضين عموما، تقول لهم ايه؟ اقول لهم الكمال لله وحده. الكمال لله وحده. خيركم من اهدى الي عيوبي. انا قاعد وبلف في البلد، ومش عيب ان انا اخطا او يفوتنا حاجه مش واخد بالي منها. الكمال لله. قول في كذا وانا مادد ايدي وقلبي لكل مواطن في السنبلاوين، ويستفيدوا مني ان انا مقيم في البلد 24 ساعه. النهارده الخميس همشي الساعه 4:30، كان لي عمر هتلاقاني هنا بكره بصلي الجمعه. تمام. بشوف اولادي 16 او 18 ساعه في الاسبوع. انا قاعد الحمد لله، ربنا يدينا الصحه. وده طلبنا وطلب معالي الوزير المحافظ والقياده السياسيه رئيس الجمهوريه ان احنا بننزل عملنا قيادات من 7 قبل 7 صباحا، ولا اغادر مكتبي الا بعد 5، وارجع مره اخرى 9 مساء، والوقت مفتوح 12 1 2 حسب احتياجاتي، وانا مكتبي مفتوح لمقابله كل ابناء السنبلاوين بغض النظر عن من هو مع او ضد. لا، كل مواطن سنبلاويني يهمه خدمه السنبلاوين، ما يهموش احمد الشربيني، يهمه الراجل اللي جاي يخدم في بلده. فيستغلوني صح، انا جاي لخدمه الجميع وليس الاشخاص، ولا فرق بيني معايا من هذا وذاك. وانا لا اشكر اللي بيشكروني ولا ازم اللي هم واقفين بيهاجموني. اللي بيهاجم يجيب له اسسه ومبادئه، وانا تحت امره واحل معاه المشكله اللي مزعلاه. انا ماليش خصوم، واذا كان في بعض الناس بتختلق خصومه، لا، انا تحت امر الجميع، وحضرت السنبلاوين لاكون خادما لاهالي ومركز ومدينه وقرى السنبلاوين جميعا، واشرف بذلك. انت شرفتنا طبعا احمد بيه. طيب انا معلش كلمه برضو، طبعا انا ما انساش اللواء عمر الشواتفي محافظ الدقهليه، كلمه للواء عمر الشواتفي. وطبعا انت قلت في البدايه ان هو بالفعل بيشتغل من 7، بس انا اللي اعرفه ان اللواء عمر الشواتفي بيصحى بيصلي الفجر، بيفضل لغايه الساعه 11 تقريبا اخر ميعاد له. كلمه يعني للواء عمر الشواتفي، او كلمه توجهها للواء عمر الشواتفي، تقول له ايه؟ اقول له يا معالي الوزير، ربنا معاك، ولمست فيك عن قرب الرجل النزيه طاهر اليد عفيف النفس التواضع الجم، ونحن نأخذك مثالا لنا، فأنت مثال للرجل النقي التقي الذي يعمل من أجل الوطن دون محاباة لهذا أو ذاك.
فعسير على بركة الله، ونحن خلفك، وبتوجيهات معاليك ستستمر محافظة الدقهلية دائما إلى الأمام. تمام. وفق الله الجميع لخدمة مصر. طيب معلش برضك احنا ما ننساش في اللقاء دوت نختم بكلمة من المهندس أحمد الشربيني رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، كلمة للمشير عبد الفتاح السيسي رئيس مصر المنتخب، كلمة توجهها له. وطبعا أنا أعتقد إن الأجهزة بتشوف سعادتك، أنت كمواطن مصري قبل ما تكون رئيس مدينة تقول له إيه؟ أقول له يا سيادة الرئيس، لقد نجوت بمصر وأخرجتها من قاع البحر إلى بر الأمان، وأنت تصل العمل ليل نهار، وربنا يوفقك، وإحنا معاك وفي ظهرك، وهنرفع مصر، هتعلو وهترتفع بيك وبحكومتك وبرجالك المخلصين، فنحن جميعا فداء لمصر ورجالها الأحرار الأبطال. وفقك الله وأمدك بالصحة والعافية لخدمة مصر وأهلها الكرام. يا معالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكر سعادتك أحمد بيه، مفيش كلام بعد الكلام. وأعتقد إن ده المهندس أحمد الشربيني رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، واحد من فرسان العمل التنفيذي بمحافظة الدقهلية. هو هي خطة طبعا احنا نعمل يعني دي بداية ان دي تبقى أول حواراتنا مع رؤساء مجالس المدن، وإن احنا نتواصل عن قرب بالناس التنفيذيين اللي شغالين في محافظة الدقهلية على أساس التواصل. واحنا طبعا بندعي أي حد إن هو يتواصل مع المهندس أحمد الشربيني، وبنضم صوتنا لصوت المهندس أحمد الشربيني، وبنقول لأبناء مدينة السنبلاوين وأبناء وقرى السنبلاوين إن مكتب المهندس أحمد الشربيني مفتوح 24 ساعة. مش عايزين، احنا عايزين نبني مصر، واحنا شايفين إن مصر فيها مشاكل كتيرة وأعدائها يتربصون بها، فاحنا مش عايزين ندي فرصة لأي حد. كل الخصوم السياسيين، وأنا أعتقد الرسالة واصلة، كل الخصوم السياسيين يراجعوا موقفهم من اللي بيعملوه ويتواصلوا مع المهندس أحمد الشربيني. كل الناس اللي عندهم مخالفات، كل الناس اللي عايزة تخدم بلدها، احنا دلوقتي مفيش كلام، احنا عايزين نشتغل بالفعل. واللي احنا شايفينه على أرض الواقع اللي خلانا نيجي النهارده ونبدأ بمدينة السنبلاوين مع المهندس أحمد الشربيني، العمل الجاد اللي الراجل ده بيشوفه. أنا كواحد من أبناء، أزعم إن أنا واحد من أبناء مدينة السنبلاوين، شفت تطوير. أنا ما بنافقش أي حد وأنتوا عارفين، لكن شفت تطوير امبارح وأول امبارح. أنا على الصعيد الشخصي من فترة ما نزلتش مدينة السنبلاوين، بس شفت اللي خلاني ابدا باحمد الشربيني رئيس مجلس مدينه السنبلاوين، لان مدينه السنبلاوين كانت تكتظ بالمشاكل. فعلا شفت على ارض الواقع، شفت ازالات، شفت تعرض رؤساء مجالس المدن لبعض المشاكل الصحيه وبعض الاخطار اللي ما يتحملهاش بشر. شفت مدينه السنبلاوين بشكل تاني ووضع تاني ومنظومه تانيه، وحاسس ان انا يمكن ما عملتش اي لقاءات، وكنت عملت مع اللواء احمد غير بامانه لقاء قبل كده اللي هو رئيس مجلس مدينه السنبلاوين السابق، بس مع الاسف الشديد انا ما نزلتوش، مش عشان حاجه، لان انا حسيت ان الكلام مش قد الفعل، ومش بجمل في صوره حد او بتكلم على حد، لا بالفعل انا امبارح ويمكن انتم متابعين ان انا بالفعل شفت مدينه السنبلاوين خاليه، وده كان وضع يختلف من سنين. الوضع اللي في مدينه السنبلاوين انا اول مره في حياتي اشوف مدينه السنبلاوين بهذا الجمال، وفعلا انا ازعم وان شاء الله اتمنى ان احمد الشربيني يقدر يحل مشاكل السنبلاوين حتى لو 50%، بل هو لغايه دلوقتي كده عندنا مجمع مصالح اشتغل، عندنا حاجات كويسه جدا 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 في مدينه السنبلاوين هيشعر بها المواطن في مدينه السنبلاوين. واعتقد ان كره السنبلاوين موجوده، واحنا ننزل على ارض الواقع، وانا صورت وبنصور واحنا مع الناس، وهنساعد التنفيذيين. اذا كان في تنفيذي اخطا احنا معاه، وانتم عارفين ان احنا عينينا على الفساد وعينينا على الحاجات الكويسه. قبل ما نقول احنا نتكلم في اي مشكله، احنا موجودين مع رئيس مجلس مدينه السنبلاوين، اخطر مدينه موجوده على مستوى مراكز والمدن في محافظه الدقهليه. اعتقد ان السنبلاوين من اعرق واقدم المراكز. اشكركم، وان شاء الله في لقاء اخر مع رئيس مجلس مدينه اخر، واشكركم واشكر المهندس احمد الشربيني رئيس
مدينه السنبلاوين الراجل المحترم. شكرا يا فندم، وتحيات جريده مندسي اليوم، وتحياتنا وخلف الكاميرا الاستاذ محمد ابراهيم، وتحيات الجميع يا فندم. شكرا للمهندس احمد الشريعي. تحيات الكل عاملين بجريده منديس، وخالص الشكر وتقديري للقائمين، واخص بالشكر الاخ الفاضل الاستاذ وائل العربي والاستاذ محمد وكل الاخوه العاملين بجريده مندسي اليوم على حضورهم وتشريفهم ليا. وانا لست فوق القانون، وانا تحت امر الجميع، وان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني، ومن نعم الله علينا حاجه الناس الينا فلا ترد النعم. ودايما بقول وائل بيه يرفض الحق المستفيد من الباطل. صح تمام. شاكر حضرتك، ودي اخر كلمه احنا بنختم بها اللقاء. شكرا احمد بيه.